بالشكل المتقن من نواف العابد. هنا تعود الكرة عبد الله الزوري. الزوري يحاول يتقدم في الامام مع عبد الله داخل منطقه الزاويه، ما يزال يحتفظ بالكرة عبد الله الزوري. ثياغو نيفيز يحاول التسديد والكرة في المرمى من نواف. هدف اول للهلال، هدف لصالح الهلال من نواف العابد. جاءت التمريرة الامامية من الناحية اليسرى لصالح الهلال من نواف من عبد الله الزوري، وتمريره ممتازه. ثياغو نيفيز حاول وضع الكره بشكل جميل ايضا من فوق حارس المرمى. خطف الهدف جاء مهم جدا لصالح الهلال. شوفوا كره عبد الله الزوري وثياغو نيفيز يضع كره تصطدم في عرض المرمى، والاكمال ياتي بشكل ممتاز من نواف العابد. ياتي اكمال هذه اللقطه ونواف كره في المرمى. هدف اول لصالح الهلال، هدف ياتي في الدقيقه 12 من زمن شوط المباراه الثاني. هذه كره نيفيز الاولى جميله جدا، محاوله اسقاط الكره ايضا من فوق حارس المرمى. نواف لم يكن في موقف تسلل ابدا، كان بعيد في اللقطة الماضية. وهنا الفرحة مع احتياطي الهلال، مع مدرب الفريق، مع رئيس النادي. لأول مرة كما ذكرت هذا الفريق. هنا محاولة هلالية، عبد الله الزوري والتسديد. هدف ثاني للهلال، وعبد الله الزوري يتقدم يكمل تألقه كما صنع أو كان له بدايات الصناعة في الهدف الأول. هنا يكمل ما صنعه فعلا ويقدم هدف ثاني، وتأتي الانطلاقة وهدف ثاني يطمئن كثيرا التأهل للهلال ويطمئن كثيرا الحصول على نتيجة هذه المباراة. الكرة كانت أمامية جميلة، والهدف الذي يأتي في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الثاني. تمريرة ممتازة جدا من نواف إلى عبد الله الزوري. عبد الله يضعها على يمين حارس المرمى ماميور إكراموف، لكن شوف نواف العابد بطريقة جميلة وقراءة رائعة يعطي عبد الله الزوري كرة الهدف الثاني، وهذا ما كنت أتحدث عنه. لا يوجد هناك من لاعبي الهلال بعد عودة سلمان الفرج وعبد الله، والكرة في المرمى. هدف أول للوكوموتيف يأتي في الوقت بدل الضائع، جاء بعد تسديدة وبعد أيضا إطالة حكم اللقاء لزمن المباراة. تأتي التسديدة وهدف أول عن طريق تيمور خوجة لاعب البديل، لاعب الهجوم تيمور خوجة. هناك ياسر الشهراني، هناك يوسف السالم، خالد الكعبي، ونواف العابد اللي عليهم بطاقات صفراء، لكن بعد عودة سعود كريري وأيضا سلمان الفرج هذه البطاقة